ما ينفعش كنا نرجع حلقات دعاء واقولها واقوى تحدي موجود على اليوتيوب ما يكونش معانا ملك بشاميل الخميس، ملك الريسيبيز، ملك ريفيوهات المطاعم، ملك يعني اقول ايه تاني يعني. منورنا محمد حازم، وتحب تقول ايه يا نجم في وجودك اقوى قناه موجوده في الاستوديو ده قناه ملوك التحدي. والله انا مبسوط جدا 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 ان انا معاكم النهارده. اولا مع الاستاذ محمد الهادي، يعني استمتعنا، يعني والله انا من الناس اللي كنت بحب اتفرج عليه اصلا، ومع صديقي يعني لا يعني قصدي من زمان يعني بتكلم على الاقدميه يعني. أيوة. راجل قديم يعني. وصل. والاستاذ عمرو الهادي احد ملوك المجال ده اصلا. يلا بينا عايزين نعمل حلقه كسر الدنيا ان شاء الله. ولكن الكلام الجميل اللي اتقال ده يا حازم لا يؤثر على ما سيحدث في هذا التحدي، لان التحدي ده محمد بقى يبدا يشرحه لك بقى، هو ملك الحته دي. مش عاملين انترو؟ في انترو؟ لا اتفرجوا على الانترو. كينجزمان بيقدموا لكم دقها وقولها، اقوى تحدي على اليوتيوب. التحدي المفضل لينا والمفضل ليكم كمان. التحدي مكون من 4 فقرات. الفقره الاولى هي دقها وقولها اوريجينال، بينزل لنا منتجين شبه بعض ولكن براندات مختلفه من برجر كينج وكنز. لا يا عم انت جاي تسهلها على كيمو. واكيد طبعا بنكون مغمضين عينينا طول التحدي، وبعد ما نجرب الاثنين وفي نفس واحد كل واحد بيقول ايه اول حاجه جربها. والفقره دي فيها جولتين. الفقره الثانيه الغالي والرخيص، منتجين شبه بعض ولكن واحد فيهم غالي والتاني رخيص. مين فيهم الارخص؟ ومهمه كل واحد فينا يعرف المنتج الاول كان الغالي ولا الرخيص. والفقره دي برضو فيها الفقره الثالثه المحلي والعربي. عندنا منتجين شبه بعض، واحد صناعه مصريه والتاني صناعه عربيه. عندنا من الفقره دي جولتين ومهمتنا نعرف اول واحده فيهم كانت ايه. الفقره الرابعه والاخيره واصعب واحده فيهم فقره اللي فيها كل واحد بينزل قدامه وجبه ويحاول يعرف ايه المكونات بتاعتها. لما تقول مكون صح بتاخد نقطه، ولو قلت مكون غلط بتاخد -1. انا مبسوط من نفسي صراحه. فما تقعدش تقول مكونات زياده وخلاص. والفقره دي كلها بتتحسب في الاخر بنقطه واحده. وطول اللعبه عندنا نوعين وايلد كارد. النوع الاول ممكن تستخدمه في اي وقت بعد ما تدوق المنتج الاول، ساعتها ما بتدوقش المنتج الثاني، ولو جبتها صح بتاخد نقطتين، ولو جبتها غلط بتاخد -1. النوع الثاني من الوايلد كارد بنستخدمه في فقره الغالي والرخيص. والفرق هنا انك في منتج من المنتجين لما تقول وايلد كارد انت بس اللي هتستخدمه لوحدك، وهيكون عندك فرصه انك تشوف المنتج بعينيك، فيبقى عندك ميزه زياده عن الاثنين التانيين. ولو جبتها صح هتاخد نقطتين، ولو جبتها غلط هتاخد -1. رجعنا الحلقه دي واقولها اللي انتوا طلبتوها مرارا وتكرارا، التحدي اللي بيبان فيه مين اللي ايه اللي بيفهم في الاكل. ايوه. ومعانا طبعا ملوك الاكل، ويعني انا طبعا الحمد لله وبتوع الاكل برضه. انا كان ليا في الاكل يعني يوما ما، ولكن الناس دي بتجرب اكل كتير قوي، فربنا معانا ان شاء الله، والجمهور كمان معايا. وخلي بالك انا هنا عندي جمهور كبير جدا في القناه طبعا. محمد انا بص انا يعني بخسر وعندي جمهور الحمد على وشي في الكومنتات. والله يا جماعه والله انا اخوه الصغير اقسم بالله. فالتحدي زي ما انت شفت انتوا شرحناه لك 4 فقرات، ولكن شلنا مصري ضد مستورد لاننا مقاطعين كلنا الحمد لله، وعملناه مصري ضد عربي. عربي دي بقى حتى لو منتج بيتباع في مصر ولكن اصله من دوله عربيه فهو معانا، واللي بيكسب بيكون ملك دقها وقولها، واللي بيخسر هات لي العقاب. لا استنى، احنا لغينا العقاب من القناه. ليه؟ هو كده. لا. أيوة. طب وحازم؟ لا يا عم إيه الحمد يعني؟ لله. الحمد لله ان انا جاي على العقاب. لا ايه اللي لغيت العقاب؟ العقابات موجوده؟ العقابات موجوده؟ اعتبرها موجوده. هات يا ابني العقاب يا ابني. المهم بس هنجرب فقره العربي والمحلي دي، بس هي ما اعتقدش الاوبشنز فيها هتبقى كتير لحلقات تانية، فلو حد عنده اي اقتراح في هذه الفقره كتجويد على المحلي والمستورد يبقوا اكتبوا لنا تعليقاتكم والاقتراحات. كلام مهم قوي، ولكن قبل ما نبدا الحلقه اتفضل يا محمد. دعونا دعونا وصل المقطع الى 170,000 لايك. 170,000 لايك وتفكير. ونخش على اول فقره وهي دقها وقولها. اوريجين. انا اسف ان انا بقاطع هذا الحديث الجميل جدا، ولكن احنا لازم نبتدي. اول فقره معانا هي دقها وقولها. هتقارنوا ما بين، او مش هتقارنوا، هتفرقوا. كابتن محمد حازم انا مراهن عليك النهارده. طب ليه يا زمر؟ معلش انا بحب الراجل اكتر، معلش يا اخي الراجل في فضول ما بين توماس وكويدر. يلا بينا يا اولاد، يلا بينا. البراندات المصريه اللي على اصولها. هنقارن ايه بقى من توماس يعني؟ البراندات المصريه اللي على اصولها. طب يعني انا هسألكوا سؤال. انتوا بتروحوا الاثنين يعني؟ انا طبعا توماس ده يعني معلش، هو كويدر ده عبد الرحيم ولا مندرين عشان تفرق؟ عبد الرحيم.
البسبوسه. ما في قشطه. بسبوسه بالسمنه منقطه يلي نيجي هو في واحده يمين واحده شمال. لا ده نفس المطعم. نفس الحاجه. نفس المكان. طب انا عايز اسالك سؤال يعني يا انتوا ناس زومبي. كوره محطين حتتين. يا اسالك بيه، سؤال. اتفضل يا والله بيه. البسبوسه طلع حلو. هعرف منين ان هي من عبد الرحيم كويدر ولا لا انا انت هجيب. راجل استنى، أكيل يعني؟ استنى والله انا ايوه بس معلش يا حازم، انا قلت انا اعرف منين. انا عارف انت كيكه هتجيبها، انا بساله هو عشان ما تعملوش دي العاب نفسيه، ما تعملوش. مش عارف توماس ده اغلى من عبد الرحيم كويدر عشان اسمه بس يعني ما شكله نعرفش كده. بقى، ما نعرفش. لو حازم عايز يساعدك برضه راجل محترم وطيب ممكن. هو توماس ده فاتح فين؟ ما اعرفش لو حازم برضه عايز يساعدك. لا دي هو بقى راجل مالهاش علاقه، محترم دي يعني معلومات عامه للجمهور يعني. تجمع. عنده فروع كتير. هو توماس ولا في توماس؟ التجمع. لا توماس. في التجمع، في اعتقد في مصر الجديده. وراجل بصراحه حاجاته جامده. انت قلت ده عبد الرحيم ولا مندرين؟ ده عبد الرحيم، بس ده او اللي انا هنزله الله اعلم. انا تمام. هات التاني طبعا. بعدين يا زومبي كده هتبوظ لي الدايت. ما تجيب يا ابني اكل يا ممكن ابني. اسالك سؤال؟ انا طبعا سيدي الحكم، انت طبعا صاحب القرار في كل حاجه. هل انت الحلقه دي مقضيها جبنه رومي لا، وبسبوسه عيب. وكده، ولا يعني عيب. استقل بالراجل اللي قاعد جنبي ده؟ احنا عايزين اكل يا باشا احنا لا بتلاقيه مره في حلقه كده يفوق فجاه تلاقيه جايب جبنه رومه، جبنه فلامنك موده. بيكون عمل ايه يا معلم؟ بيكون خد لا راح عند اقرب. اهم حاجه انت شاري اربع ولا شاري نصاص ولا ايه؟ شيل لي الليله دي فاهم، ولم لي الدنيا وتعالى فاهم. ده التاني. اوكي. طب ده باينه دي، باينه قوي. ده كلام محترم ده. ايوه مش عايزين كوبايه شاي بلبن جنب البسبوسه؟ عايزين شاي ساده. بعدين ناكل 4 قطع بسبوسه. ده انت كده بقى يعني. هو انت لازم تخلصي ما انا انت بحاول لسه فيك اكسب. العاده دي. عايز اكسب. دي وقعت فين بقى؟ كابتن محمد حازم مركز. انا ما سمعتش صوته بقى ربع ساعه. مركز. عشان في ايه؟ لا بص يا حازم احنا جايين نلعب. برغم ان انا ما جربتش الاثنين ولكن عندي قرار. دي اسيبها للشاي. في ايه؟ لقيت حاجه ولا ايه؟ ازعم هما الاثنين طبعا ممتازين يا الصراحه. جو الدبلوماسيه ده مش هيفيدك هنا. لا والله الاثنين. انا بالنسبه لي واحده ممتازه والثانيه يعني محتاجه شغل. هو قصد يعملها كده بس مش هي دي البسبوسه اللي انا عايزها. انا تمام. انا خدت قرار عامه. الشباب جاهزه نشيل الاطباق؟ عايش ثواني. اتفضل يا باشا. او ما تشيلهاش هي شيف خلصت. حازم انت تعمل اللي انت عايزه. هنجيب مناديل. انا عامه عايز انا أمسح. مش هستخدم الوايلد كارد في الفقره دي عشان هي صعبه بصراحه. نستخدمها ازاي واحنا كلنا؟ يعني قلت اقول احب اوضح نقطه مهمه. لا يعني حتى لو ما كنتش كلت الثانيه اللي لسه يعني ما كنتش برضه هاخد القرار لان هو صعب يعني صعب. انا إن كنت عايز اخد القرار الصراحه. انا تمام. كنت عايز اخد شيل كنت عايز حازم اخد ولا لسه؟ ماشي. ده مين ده؟ طازه؟ معلش يا طازه انا اسف والله كنت فاكره سيدي الحكم والله. انا اسف جدا والله. عندي والله سؤال. اعذرني. كنت عايز اقفشه. عندي سؤال للجمهور. هو ليه بيحبوا دوقها وقولها اكتر من ملك التحدي؟ هل عشان هي فيها اكل ولا عشان اللعبه ممتعه اكتر في الفرجه؟ عشان على اساس الاجابه يعني هيبقى في تحديات تانية. وهيتغير قرارات كتير في أجدد إن القناه. شاء الله. يا حازم انت بس ليه معناش صوتك. بتحب دوقها وقولها اكتر؟ انا عشان ليه يعني ليه علاقه بالحاجه اللي انا بحبها. ايوه. طب انت ايه لقيت ايه؟ بس بامانه. بص هو ما تقولش بامانه. لا انا باكل من عند عبد الرحيم قدر كتير قوي يعني امبارح حتى. بسبوسه؟ بسبوسه لا ده تحديدا. كده ظلم يعني. بجد والله. تحديدا. بس لما يبقوا الاثنين قصادك وبتدوق الاثنين الموضوع مربك جدا خصوصا انت مش شايف. بس لو انت عارف بتاكل إن من أنت عنده. مش شايف خاصيه التذوق بتقل بنسبه 95%. غلط طبعا. دي الإحصائية دي منين؟ احنا عندنا هنا على نفس القعده على دي. الضيق كده. احصائيه على الضيق. لا بتزيد طبعا. بجد؟ ايوه طبعا. نجم انت اخويا تبقاش الكبير شايف طبعا. بتركز اخويا أكتر. الكبير واي حاجه طبعا. يقولها تبقى صح ويكتبوا لي حطوا لي قلوب في الكومنتات. قول له بنحبك يا عم. بس دلوقتي لو جبت غلط هيبقى شكلي وحش قوي. لا عادي. بص ياما عملنا الموضوع ده. انا شايف مسخن هزار الدنيا كده وضحك بالظبط سيدي الحكم. ايه هقول رايي بعد ما اقول الوقت اصله من ذهب. خلاص قرار. اول واحده بسبوسه نزلت لنا هل هي عبد الرحيم كويدر ام توماس؟ قرار 3 1 عبد الرحيم كويدر. سلم علي كويدر. احنا الثلاثة قلنا هقول اسمه بالكامل. عبد احنا الرحيم الثلاثه احمد قلنا كويدر. انا قلت عبد الرحيم وهو قال كويدر وهو قال عبد الرحيم كويدر. عارف ليه؟ علشان في منديل. عشان في مندرين كويدر. ايوه انا عارف. اي بس هو مش احنا دلوقتي جايبين هو كويدر مش موجود في بس الفقره. معلش ادي لكل ذي حق حقه. افرض طلع توماس يبقى مندرين يتبسط. لا انا بالنسبه لي اول واحده دي هو ده طعم البسبوسه. انا ده اللي انا بسبوسه. أنا الثانيه حاسس التانية حاسسها ان هي بتسيكها. معموله خفيفه اللي هي ايه البسبوسه خفيفه. والبسبوسه ما ينفعش تبقى خفيفة. انتوا مجتمعين على راي. انا عايز اقول حاجه بس معرفش يعني الاثنين توماس حلوين. الاثنين حلوين جدا والله. الاثنين حلوين. والله جاهزين لراوند 2؟ جاهزين. يلا بينا. دقه اقولها تاني. دقها اقولها التاني. تاني. اربط يا بيه. لو زومبي اعداد شاطر بصراحه المفروض يقسم الوجبات. انا كنت عارف دايما كنت بقعد اقول له ايه؟ بقول له يا زومبي يعني ناكل بعدين نحلي. لا كنت بقول له اول واحده هات شوربه بعد كده هات لنا ابيتايزر. والله بجد والله الحلقه لو اتعملت كده هتبقى لذ بكتير. طب اكتبوا لنا يا جماعه والله في الكومنتس لو عملنا نجيب لنا ترتيب مثلا شوربه الأكل. عدس وشوربه شعريه ونقول اني واحده عدس وانا واحده شعريه. لا صعبة نجيب دي. 2 شوربه عدس من مطاعمين مختلفين.
ده بالعكس فاهمني. بالعكس. هيروح بدري ده. انا فاق في تاني فقره. دادز جوكس. زومبي هي الحاجه تقيله؟ تقيلة. جايب مندي ولا ايه؟ يا ريت والله يبقى ظبطت. وقف لي بقى الحلقه وشيل لي بقى البتاع ده. جاهزين؟ ايوه جايين اهو. ايوه زومبي انا بس قبل ما احنا اوف كاميرا، اتفضل. انتوا ليه متاخرين قوي في الفقره؟ معلش بس حصل عطل في ايه العقد؟ معلش خلاص سامحني هو بعد يا باشا ما بدا يتشهر ويشوف نفسه قال لك يا عم اعدادي نسي بقى ما يتعبونا معاهم. بالظبط. ما الدنيا مرتاحه يا عم، ما الدنيا ماشيه. زومبي انا كنت بقول ما تقول يا طب ما تقول ده عشان نبقى عارفين. هي ايه نودلز سوب؟ عشان انا لابس ابيض. دي ما بين سباتس ما بين 7 في في 7 قصدي. ما بين في 7 وما بين سباتس. بين 7 في. طب بقول لك ايه يا زومبي، انا كنت بقول اقتراح للناس، طب انت بتقول شوك ليه؟ كنت بقول اقتراح للناس عشان هو تجيب لذيذ. لنا اول فقره شوربه، بعد كده ابيتايزر، بعد كده مين ديش، بعد كده ديزرت، فاهم؟ تعيش الناس كاننا في تجربه مطعم كامله. يا باشا هجيب يعني يا انت باشا. عامل ميكس بين الاثنين ولا ايه؟ مش فاهم ايه اللي ماكش ايه الطعم ده؟ ثانيه واحده. هو ايه ده يا زومبي؟ ده منتج. ده أنت منتج؟ بتهزر. ليه؟ لا 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 في ايه؟ ايه ده يا عم، ده يا عامل مقلب يا عم. لا لا ايه يا زومبي ده؟ في ايه؟ يا عم لا لا زومبي. بيستعبط بيستعبط. زومبي ما تبوظناش فورمات الحلقه. زومبي ده ويسكي ميه سلطه وحط عليه حاجه مسكره. انت بتستعبط يا زومبي. طعمه بشع. عامة انا شيف حازم انت قوي الله يبارك لك. والله العظيم 3 دكتور الله يبارك عمرو. لا، انا عايزك تفك ويسكي- فك ويسكي. الغمام فك الغمام. عمرو قبل ما تحكم عليا فك الغمام. طلع فعلا ويسكي والله عليه. يا عمرو قبل ما تحكم عليا فك الغمامي. فك الغمامي. فك الغمامي. هو دي الميه اللي هي فك الغ- لما كابتن نزوعي حبيب قلبي والله. ايه اللي جاب؟ انا عمال اقول في ايه يا جماعه؟ في ايه ده؟ لا ده ويسكي وعليه ويسكي يا جدع. ويسكي وعليه حاجه التوت الازرق بتاع سباتس صح؟ حصل والله العظيم. نورنا والله يا كابتن نصوحي والله يعني، وهديه جميله يعني. فكري. الاثنين اللي احنا قلنا عليهم هم ايه بقى؟ ما بين سبيروس باتس واسمها ايه؟ طب ما- يا ابني في 7 في 7. اه التانية اسمها ايه؟ وايلد كارد. ليه يا عم بزعل ليه؟ عشان ايه؟ ما تقلقش بس، ما تقلقش. ايه لا مش هقلق. البراند التاني اسمه ايه؟ سبيروس باتس وفي 7. في اللي هو جرين ده طعم بس طعم حاجه تانية بقى. وايلد كارد. متاكد؟ متاكد. طب وايلد كارد الله، يعني انتوا الاثنين مش هتدوقوا. هات لي بقى يا باشا بقى انا مش هدوق التاني انا متاكد. هات لي بقى الازازه انا نفسها. متاكد. انا ما دقتش يعني، انا دقت أنا- نوع من ده ونوع من ده، بس نو ريسك نو فن. لا وانا سبيروس باتس اصلا اخر مره دقتها بصراحه. بص يا عملت باشا لهم انا هقول لك فيديو حاجه، من بما ان هو سنتين. عارفها قوي كده تبقى دي في 7 لان اصلا سبيروس باتس مش موجوده. انا عايز اقول ان انا ما دقتش سبيروس باتس ده خالص في لا حياتي. لا انا دقت. سبيروس باتس واقول لك دقت ده السبب اصلا اللي خلاني متاكد بنسبه 100%. لو سمحت ممكن صمت عشان الشاب يركز. اتفضل قول لنا يا محمد لقيت ايه؟ ما لقيتش اي حاجه. مش عارف فاضل. طب بقول لك ايه يا زومبي، ممكن تحط لي المشكله انا خلصت الاولانيه كمان. انا جاهز واقول لك حاجه من بق واحد بس انا ما خلصتهاش. ما تهزرش.
ما تهزرش بق واحد. هذا اللسان يمكن ايه مسكره قوي؟ انا شايف بقى ان انا الم الكوبايات امال ايه الاستيفيا؟ اخلع الغمام. بعدين بقى في الراجل اللي واثق قوي جنبي ده. لا هو الشيف حازم، انا قلت لك انا متفائل بيك، انا قلت لي براهن إنك عليك. مراهن عليا يا زوب. بالظبط. لا ورهانك هيكسب ان شاء الله. طيب هو الراجل ده قال معلومه مهمه جدا، قال لك اول ما دقتها عرفتها. هي الدق هتقولها على طول. اوه ده اقولها فعلا. دي حاجه. تاني حاجه قال ان هو ما دقش دي غير مش عارف مره، فهل هو واحد دق ما حاجه دقتش غير مره مرة. يعرفها كده من اولها؟ هتعرف دلوقتي. يلا 3 استنى بقى يا عم، يا ابني مش انت اللي بتقول. محتاج افكر انا بقى. انت بتغير حاجات اساسات في تاني انت تاني. انا قاعد بنقول هنا أول- انا قاعد هنا عشان اقول 3 2 1 بس. ماشي اتفضل. خلاص اتفضل. احنا هنقول اللي احنا دقناها اللي هي الاولى. أول واحدة. قرار بس محمد ده. انت مش عارف الاثنين، ما تجود وخلاص. ما انا هجود. ما تجرب يا اخي. انت غلطان حاجه. انت دوت في 7. ايه زوتها زمان جدا يعني، زوتها الساحل دي مره وخلاص. لا بس في 7 دي انت كانت موجوده عندنا في البيت من قريب، بس أنا ما بس بشربهاش. كانت فينا قلاده. مش انا اللي شربتها. طيب خلاص قرار، وانا وحازم واخدين وايلد كارد، لو جبناها صح ناخد 2 بوينتس ولو غلط نيجاتيف 1، ومحمد بيلعب في السيف سايد. اول واحده نزلتنا هل هي سبيرو سباتس ولا في 7؟ 3 2 1 سبيرو 7. انتوا الاثنين في 7 وانت سيريس سبات. انا مش واثق من اجابتي، ولكن مين فيها- الطعم اللي مين دوت ده مش فيهم- موجود انا اعتقد في سبيرو متاكد سباتس. بنسبه 100%. مين هقول فيهم لك فيها ليه. صودا خليني زيادة؟ احلل لك. اتفضل هو هيعلل. السبيرو سباتس انا ما دقتش الفي 7 دي، انا دقت السبيرو سباتس التوت. سبيرو سباتس التوت عامله زي اللوليتا ومسكره جدا 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 جدا، مش شبه دي. عشان كده انا اتاكدت ان دي مش السبيرو سباتس التوت. هي الاولى كانت مسكره قوي الصراحه فعلا. هي دي. وانا ما دقتش التوت ولا هنا ولا هنا. هو انت ما عملتش اي حاجه بس انت نجمت ان في 7. لا يا باشا، امال ايه؟ هقول لك. قول لي. السبيرو سباتس انا ما دقتش منها غير التفاح. حلو. في 7 شربتها كتير جدا بس ما دقتش الطعم ده. بس بس فحسيت اللي هو بإحساس الصودا الشركه ده. هي هو ده. هي يا الشركه ابن دي. الشركه. لا هي اول واحده صودا فيها اكتر بكتير من الثانيه، الثانيه صودا فيها خفيفه قوي. انت اللي تقول لنا بقى، احنا انا بقول لك ما نعرفش. اول واحده صودا اكتر بكتير. على فكره هم الاثنين فيهم صودا كتير اصلا. هو سبيرو سباتس الصودا بتاعتها كتير برضه. الثانيه مسكره قوي. انا شايف ان احنا دي حاجات طب انت هنعرفها في اخر هتعشينا الحلقه. زومبي ولا ايه؟ في يا باشا عمالين عيب بقى. فاهم؟ يعني مشاريب في بسبوسه عيب في بقى. مش رايحين فرح في نادي التجديد. انت عايز تاكل؟ انت عايز تاكل يبقى هتاكل دلوقتي. عايزين ناكل غمض بقى. عينك. يلا. كده هنخش على تاني فقره بعد دقه اولى، وهي الغالي ضد الرخيص. ده ايه بقى غالي ده؟ ضد الرخيص. وخلي بالك يا حازم، هنا عندك وايلد كارد ان انت ممكن فجاه ايه ده؟ استنى، دي تقلع ده برجر؟ شوف بقى، انت دلوقتي راجل جاي تاكل، هتاخد وايلد كارد وتاكل نص بس ولا تستنى وتاكل نصين؟ كلام محترم. ده الغالي ضد الرخيص. طبعا ده مطعم معروف ومشهور. مطعم مصري. هو هو طبعا انا مش عارف اي حاجه. هو ونخفى عنه. ايه ده بيقع يا ولا. عارفينه وحافظينه هو، ولكن هل هو جه كده ولا انتوا مسخنينه؟ محدش بيرد عليا. يبقى ده مسخنين. يعني يبقى مسخنوا التاني جوه. انا احب اقول ان ده مملح قوي يعني. هو معروف ان هو مملح. طب ما تقول بقى وايلد كارد وتكسب. لا يا ابني ده غالي ورخيص يا ابني. لا ما ممكن هو يطلع. غالي ورخيص. ما انا ما ممكن يكونوا جايبين واحد يعني فاهم. وعليه فلفل اسود. انا خلصت، انا ممكن ادخل على اللي بعده. اديني بقى في ايدي بقى ارجع بيها. انا عايز ده. عايز الحته اللي باقيه. انا عايز الحته دي. محمد بقى ما بيبص مع حازم. مشكله محمد في التحدي ده ان هو بيكون جاي مجوع جاي نفسه. يتعشى. لا مش حكايه جاي يتعشى، هو جاي مجوع نفسه. احب اقول ان انا جيت واكلت مرتين قبل انتوا ما تيجوا. يعني طلبت من محلين. اتعلمت بقى. كان دايما بس لا، مش انا ضربته. انتوا دلوقتي عندكم خبره اكتر مني بكتير، فانا قاعد يعني انا مش عارف لا هو بيكون جاي يعني اشتغل على ذكائي. جاي عايز ياكل، فبيقعد ياكل وما يركزش قوي. كان بيأثر على، بس اتعلم الراجل اكل مرتين مش مره واحده، لدرجه ان هو مش هيعرف يركز بقى في الحلقه اكتر. وايلد كارد. ايه ده يا ابن اللذي. طب ايه زومبي سخنته جامد قوي كده. اعمل ايه دلوقتي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يا زومبي سخنه جامد قوي. امسك ايه؟ انا قلت وايلد كارد يا عم. انت ايه اللي امسك يا عم؟ في إيه؟ جاي لبسني. ما تسيب يا عم البتاع بتاعتي هنا يا عم. انت عايز تعمل مشاكل؟ خلي بالك انا ممكن انتقص من البوينتس بتاعتك. طب انا يا جماعه ممكن اعمل حاجه؟ راوند للتاريخ زي ما انتم متعودين. انا هقول لكم مين غالي ومين رخيص بالبراندات. طبعا انا مش عارف اي حاجه. سمعت يا زومبي اللي انا قلته؟ لا انا شفت. هو محمد شاف. بجد؟ ايه الغباء ده؟ ده انا نسيت ان هو واخد وايلد كارد. انت سمعت انا شفت. والله غبي، انت سمعت اللي انا شفته.
انا هقول لكم بالبردع. اعتقد يعني اللي انا قلته ده اعتقد هو مين فيهم بقى الغالي ومين الرخيص؟ لا ما يعني خلاص بقى انت عرفت الاثنين. انا مش عارف مين الغالي ومين الرخيص. ما اقدرش اساعدك اكتر من كده، اكتر ما عمرو ساعدك. ادي لاخوك مناديل يا حاول محمد. بجد مين ارخص من التاني. انا تمام يا جماعه، انا خلصت. أنا- يلا يا محمد بقى. على فكره لا مش بالسهوله دي يا عمرو. لا انا هو انت فاكر ان انا تمام كنت إن انا هخطبه. متاكد؟ لا انا فاكر كده بيجي لي هواجس. انا شايف ان الاثنين رخاص. انا كنت بقول كده والله. والله الاثنين رخاص فعلا. عامه لو الاثنين اللي في دماغي هم كده، هم الاثنين قريبين من الفئه السعريه، ما تشيل يا ابني. مش مفيش خلاص. جاب كبيره. خلاص نشيل. طيب عمرو قال براندين وانا شفتهم. انت شفتهم؟ طب انا غبي قوي، انا غبي قوي بصراحه، بس اخويا برضو انا كنت شايف ان الاولاني رخيص وبعدين لما اكلت الثاني حسيت الثاني رخيص برضه. حسين التاني رخيص برضو. اه طيب انا شايف ان بما ان محمد اخذ وايلد كارد في الغالي والرخيص، فاول برجر نزلناه هل هو غالي ام رخيص؟ قرار 3 2 1 غالي. اول واحد رخيص، ثاني واحد غالي. اعتقد اول واحد بافلو وثاني واحد انت قلت ايه يا شيف؟ لم اكن اول واحد أتلخبط. غالي، انت غالي يعني وانت قلت رخيص. هو ده تحليلي. هو الفاتس تخينه فشخ والعيش تخين قوي، ما هو ده لا العيش مش تخين قوي بس او أنا- تخين تخين الجزء اللي تحت تخين. لو هم اختاروا التاني اللي البرجرايه فيه تخينه يبقى اغلى، يبقى ده الصراحه ما اعتقدش ان هم تفكيرهم وصل يعني ما يبقى كده فاهم. الفريق اعداد لازم يتغير. لا هو انت لو فاكر ان هم بيقعدوا يفكروا في الحاجات دي يبقى انت ما بتتفرجش على الحلقات بتاعتنا. على هو الله يعني. هو زومبي بينزل من بيته بيفتح لوكيشن يشوف الاستوديو فين ويقعد يعمل اد ستوب اد ستوب اد ستوب والله بجد. وبيشوف السيركل كلها اقل وقت زمني يعرف يجيب منه الحاجات. اوكي. فهولمز فاتح هنا وبافلو فاتح هنا وويلس فاتح هنا، اصل في فالثلاثه واحد برجر ينفعوا. رفيع وواحد برجر تخين، طبيعي ان التخين هيبقى اغلى من الرفيع. لا مش شرط. يعني ممكن يكون منطقيا الناس على يعني وشه بس هو في العادي لا. انا عامة لعبت على ذكاء فريق الاعداد. هو انا خلي قلت بالك. رخيص وانتوا اتنين قلتوا غالي صح؟ طب كويس ان انا احنا لعبت بدأنا على نختلف. الاولاني مملح فهو ده الحلو. انت ليك وايلد، انت خدت الوايلد كارد اللي هي اول واحده ولا لا؟ بس بلاش تاخدها في الغالي والرخيص، مش صح. خدها في المصري والعربي. انا بشوف بنصح يا جماعه. انتوا شايفين ده غالي ورخيص برضه صح؟ بس معلش بس هنوقف بس الكلام شويه، اوجه كلامي للكاميرا. شفتوا يا جماعه وانا بنصح اخويا فعلا والله تصدق نصحتك كاني بالظبط ما بنصورش، لان الناس في الكومنتات هو- فاكرين ان احنا بنكره بعض. هو ايه ده؟ ايه ده يا ابني؟ البيتزا دي ولا ايه؟ ده ايه؟ تقفلها؟ زومبي ايه الاكله دي؟ دي مناقيش؟ امرني يا غالي يا مزاجك لا ما ينفعش يقول العالي. الاكل، ما ينفعش يقول الاكل. مناقيش عندك حاجه تانية ما غير دي؟ اقدرش اجاوب. هشيل منك بوينت عشان هذا الافيه. ناكل طيب؟ اتفضل يا باشا، الف هنا. لا انا حاسس ان هي يعني هو نسي يحط هو ايه ده يا ابني؟ الحشو. دي منقوشه يعني ولا مش منقوشه؟ ايوه هي كلها عيش، مفيش حشو جوه. ما لقيتش حاجه والله عندي. في جبنه بس. دي جبنه، المفروض فيها جبنه. دي جبنه قشقوان. عكاوي. قلنا عكاوي. جبتوها قوي. منين؟ وحشه قوي بجد مع احترامي لهذا المطعم. لا سيئه. ما خلصت اكل عجينه؟ لما انا جات لي حته ده عجينه اللي جات لي دي. عجينه ايه؟ ما انت واخد نص المنقوشه كلها عجينه اصلا، مفيش حاجه. ايوه ما انا بقول لك يا حاجه جماعه في غريبة. جبنه بس دي جبنه عكاوي. ايوه والله عندي مفيش والله. انا وصلت لحد نصها مفيش حاجه جت. ماشي حلو قوي حلو انا خلصت. ها بدات في الجبنه اهو. وحشه قوي. لا هي بس قعدت. مفيش مناقيش زي مناقيش لبنان. اه تلاقي منقوشه كده في فرن زي ولو فرن طلعت العيش كل- عندنا. ايوه كل ما الفرن كان اصغر كل ما كان احلى. يلا يا باشا اللي بعده. شاي. اخد اني واحد انت فين؟ وريني وجهني يا ابني الله يبارك لك. ايه ده؟ ايه ده بقى ايه ده؟ دي بقى فيها حشو بس ما فيهاش مناقيش. زومبي انت جايب اتنين نفس نوع الجبنه؟ حلو ده كلام محترم. نازلين مناقيش مصري ومناقيش لبناني مثلا. لا انا عارف المطعم المفضل عند زومبي ده. كل ما يتزنق انا عارف. الو، حول لي بسرعه دلوقتي على انا خلصت. خلاص خلصت انا نرفع. تمام. استنى نرفع. مجازفه لدرجه مجازفه. اصل على فكره هو مفيش مقياس. طب انت عجبك الاولى الاول اكتر ولا الثانيه؟ في واحده فيهم فريش عن الثانيه. يعني الثانيه فريش عن الاولى. بس الثانيه دي مش كونسبت المنقوش اللي انا بحبه. مش كونسبت منقوشه اصلا. اللي هي تلاقيها دايره ومتقطعه 4 زي الماريه كده. ممكن تقلعها. نلعب. ده كلام محترم قوي 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 قوي. والواحد كان وحش والله يدوقها ويقولها، يقعد ياكل كده ويتمزج وفي نفس الوقت يفكر. نسيب بقى المستر حازم بقى هو اللي يشرح لنا كل واحده جات له ازاي وايه تفكيره وازاي هيوصل لقرار ويقول لنا النتيجه بعد طب كده. انتوا نقول الاثنين قرار. ليه ما استخدمتوش الوايلد كارد ودي كانت اخر فرصه ليكم؟ لا علشان انا شايفه مش مفيد قوي في الفقره دي بصراحه. مش هريسك ان انا اخد غالي ورخيص برافو عليك. بصراحه. ولو وصلتوا لهذه المرحله من الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، فعلوا جرس التنبيهات، اكتبوا في الكومنتات نحبوا نجيب مين وكومنتات حلوه على حازم، وفولو جميع منصات وفولو جميع منصاتي فولو جميع منصات محمد. طبعا انا بهلك في الوقت في الحته دي عشان كل واحد يبدا يراجع قراراته. انا مقرر من الاول ومش هتراجع. انا شايف ان انتوا بقى قرار قرار هوبا
اول واحده غالي ولا رخيص في المناقيش بالعكاوي اللي هي اصلها عكا. بالظبط. 3 2 1 غالي. الله ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الطعمه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ بس ولا واحد ولا 100 ولا 1000 اعتقد دي كانت من سهله. اول واحده غالي. يا ربنا يستر يعني، بس اعتقد ان هي سهله يعني. طب ما خدش وايلد كارد ليه؟ انا لو كان لسه بستخدمش وايلد كارد كنت بس خدت. خلي بالك أنا ما أعرفش لا التانية. لا اصل هي مش يعني لو الاثنين اتفضل. لو الاثنين لسه طالعين من الفرن. بص يا باشا، الثانيه فيها حشو كتير قوي عشان هي رخيصه وهي مش مناقيش اصلا. لا، العجينه دي قطن قوي. مش طريقه مناقيش. يعني حاجه بتاعت فاهم. فرن. والاولانيه هي طريقه المناقيش بس عشان غاليه شاح في المكون. ايوه بس انا لو كنت قلت ال- وايلد معلش، كارد ما انا ما اعرفش الثانيه الجبنة هتيجي عامله ازاي. الاولانيه انت بتقول في الثانيه. لا الاولانيه تحسها بجد جبنه عكاوي بيور، الثانيه تحس فيها موتزاريلا. طيب وبكده خلصنا اول فقرتين، نخش على ثالث فقره وهي الجديده علشان المقاطعه بدل مصري المستورد، مصري ضد عربي. يلا بينا. ربنا يستر. دي مصري ومحلي. ده العصير طبعا صح؟ ده عصير فراوله. ايه ده سميك قوي. الواحد بعد المناقيش والبرجر كان محتاج يرطب. بس انا عامه يعني ما بحبش زبادو والحاجات دي، فعمري ما كنت الله. بشتريها. هو اصلا بس هي حلوه يعني. الزبادو والحاجات دي اصعب حاجه تعرف تفرق بين الشركات. شويه هنتات صغيره بس كده اللي ممكن تجيب منها. الله. هو ايه المنتج العربي اللي بيبقى فيه؟ المراعي المراعي. ما هذا؟ ده كان يبقى احلى في الغالي والرخيص ده. حاطين عليه سكر. ده عامل زي زمان لما كنت بجيب زبادي في البيت. انا كنت صغير كنت بجيب الزبادي واحط مثلا نص بتاعت السكر جوه الزبادي واقعد اقلب واكل. اراهن على يعني على ايه بالظبط؟ هل اراهن على أراهن ذكاء على زومبي؟ راهن على مصريتك. اراهن على ذكاء زومبي. راهن على مصريتك. انا والله بس انا لو راهنت على ذكاء زومبي فهي محلوله. هي بص، انا اول ما شربت اول واحده قلت خلاص انا حليت، شربت الثانيه باظت خالص. السؤال هو هل المنتج العربي ده عربي فعلا؟ يعني جاي من هو دولة أصله عربية؟ عربي. اصله عربي؟ ده طيب ده هيتعبنا. خليني اسالك سؤال تاني. اتفضل. المنتج سيد الحكم انت ما بتجاوبش عشان بس انا ما الناس بدات تسالك. اجابات لا والله في التايه بجد منه. حاجه بس هنتايه ما بسيطه. هو والله بجد هو مفيش لا أي شوف بس هنتات. خليه اتفضل. المنتج المصري منتج بوبيلر. لا انسى. والله ممكن. انت عارف بوبيلر دي يعني ايه؟ طبعا. يعني مرغوب فيه. وايلد كارد. وايلد كارد. وايلد كارد انت دقت الاثنين يا كنت بشوف الحكم فاهم ولا لا، كان هيديني وايلد كارد اهو. طيب مش انتوا خلصتوا؟ شيل يا باشا، شيل يا طويل العمر شيل. صعب قوي بصراحه. انا فعلا شربت اول واحده كنت عارف ايه هي، وبعدين المنتجات العربيه اللي بتعمل زبادو هم اتنين في دماغي، مفيش واحد تالت. ماشي. اول مره هنجرب المصري والعربي. على فكره ممكن اقع في الحاجات، انا اسهل واحد يقع في الحاجات دي. ما تضغطش عليا. والنبي ابوس ايدك. اول واحد مصري ولا عربي؟ قرار. 3 2 1 عربي. انا قلت مصري ليه؟ طيب ليه استعجلت؟ مصري عربي عربي. قلتوا احنا الاثنين قلنا عربي. وانا قلت مصري. انا لما دقت الاولاني حسيت ان هو طعمه زي الحاجات المصريه اللي كانت موجوده زمان. لما دقت التاني بقيته مسكر قوي كده. ايوه بس ايه اللي مسكر؟ حسيت قوي ده؟ المسكر ده افوره التاني ممكن تطلع شبه غير من براند المصري. مصري انا عارفه قولوا عادي والله مفيش. بس مش عارف زومبي يعرفه. قول. لا قول عادي. حاسه شبه بتاع ميلك مان. وانت عمرو اخترت الاولاني مصري. مش عارف خالفت ليه. القاعده يعني. مش عارف ليه قلت خلي كده. بالك دي حاجه ممكن تبقى في صالحك او يعني لا هنعرف. الله يرحمه. انا ما اعرفش، مع ان انا الاولاني عجبني اكتر من التاني بكتير، بس التاني ده قلت ده غريب. الاولاني عربي. شايف ان يعني المصري احلى من العربي. المصري احلى. ايوه طب ما انا ده اللي انا بقوله. احلى دي يعني احلى يعني مسكر اكتر ولا احلى اللي هو يعني لا. طعمها احلى؟ احلى هاير كواليتي. يعني احلى اللي هي الحلقه. لا يعني اعلى اقيم. اصل هي في يعني لو حد عربي بيتفرج علينا احلى دي هو بالنسبة في له اللغه هتبقى معناها مسكر اكتر. لكن لو واحد مصري بيتفرج علينا هيبقى احلى دي بالنسبه له. طب يلا جاجيل راونتو. طيب والجماهير بتحيينا من ورا الكاميرات. نخش على راوند 2 من عبس. برا شاي والحلا برا. البس يا باشا. انا الفقرات بدات تزيد والنتيجه اعتقد بدانا نختلف في الاراء. احنا لسه في الغالية ضد الرخيص. لا يا ابني مصري وعربي، ما مصري وعربي. تلخبطناش بقى. مصريتنا وطنيتنا حماده هلال الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هذا المنتج اللي في ايدي اللي انا مش عارف اقول ايه وايه؟ ده معمول. لا مش معمول من ايه؟ ما خصم هنا نقطه. معمول حلو فعلا. اللي بعده.
الحلقه دي فيها كميه داد جوكس مرعبه. عجزنا. لا بس معمول حلو. هل انت من محبين المعمول؟ اه ده شبه اللي انت ايه في ايه؟ في ايه يا جدعان؟ انت اخترت الشخص الغلط. الحمد لله انا ما بس كنتش يعني- كنت هعمل لكم فضيحه. في بس صانع محتوى بس كان ميجا صانع محتوى رائد بيعمل حاجات غريبه ورا الكاميرا. ده المحتوى نفسه يا ابن المعزوز. انت الضحكه دي يا انا هقول وايلد كارد. ابني ما فيش يا ابني. يا ابني انا ما خدتش وايلد كارد بتاعي. يا ابني ما التانية نزلت. ما انا ما شفتهاش ولا مسكتها. ما ينفعش، لا لو نزل خلاص. هو ايه اللي نزل؟ صلوا على النبي يا اولاد. شيل يا ابني البتاع بتاعتي دي وايلد كارد. وايلد كارد. مش عارف ليه يعني انا يعني عامل دايت وكده كفايه قوي. انا تمام انا تمام. محمد تمام دي والله لا تنم على اي شيء اكتر من ان انا ما احبش الخبط نفسي، انا احب ادوق وخلاص. هو محدش نبي يرد عليا. هو اللي جنبي ده ولا بياكل ولا بتعمل ايه؟ قاعد صامت كده. لا لا اصل هي دي منتجات في السوبر ماركت. لا ولا- منتجات في الفرن. لا ايوه سوبر ماركت يعني طبعاً. انت ممكن تستعين بحاجه بره اطار السوبر ماركت. لا ده سوبر ماركت يا ابني. يعني ام حنان يعني مثلا. منتج مغلف. ايوه شركة طبعاً. عاملاه. اه والشركه انت عادي عارف. الاثنين عارفهم طبعا. انا ممكن اقول لك بالبراندات. ماشي يا عم يا عم بقى ما تتعبناش معايا. وبعدين يا زومبي دلوقتي شوف قلت له ايه؟ قلت له شركه انت عادي عارفها، يعني معنى كده ان دي هو عارفها. لا الاثنين عارفينها. بعدين انت بتستخدم وقعت يا باشا. انت بتستخدم وايلد كارد اللي انا عايز اعرف انا تمام. عقبال ما هم يفكروا انا عايز عشان أعرف. دي 50 انا كنت كسبان يعني وهخسر بسبب دي. حازم انت خلاص ولا لسه هتدوق؟ لا خلاص. شيل يا باشا. اعتقد دي سهله قوي يا جماعه، سهله قوي. اصل ده معمول وده معمول، انت فاهمني؟ طب ما تقول لنا البراندين ايه؟ فك اقول لك ايه البراندين بعد بقى ما اقول القرار بقى. طيب انا لا اقول مش لك سهلة حاجة. والله. لا هي مش سهله، بس تبان انا سهلة. انا بيج فان للمعمول، بس بابايا كان بيجيبه من السعوديه اللي هو بقى مش بتاع السوبر ماركت. ايوه ما انا بقول لك. لا ما ده مختلف عن الاثنين التانيين، بس هو في واحد من الاثنين دول انا باكله على طول وموجود في اي سوبر ماركت ومرمي في اي كشك والتاني موجود برده في سوبر ماركت ومرمي في كل الاكشاك. لا اول واحد اللي هو بيكون بسكوت بتاعه رفيع ومعمول كتير، وتاني واحد بسكوت رفيع ومعمول كتير. ايه ده؟ طب انا بحاول اديك شويه معلومات عشان تكون قراراتك. نفس الحاجه. انا قلت الاثنين نفس الحاجه بقالي 3 مرات. يلا انا قرار يا الحمد لله شباب. قلت وايلد كارد، وده لسبب ان انا كده ما كنتش هعرف. فقلت- فليه تاخد الريسك؟ لا قلت اخد الريسك، نو ريسك جامد والله جامد. يلا قرار اول واحد معمول هل هو مصري ام عربي؟ 3 2 1 مصري. انا اعتقد حازم هو الصح. هو قال ايه؟ بس انا اقول لك انا اعتمدت عليه. انا اول واحد فعلا قلت حسيته مصري؟ عربي. انا قلت ما اقول لك ليه. انا اول واحد قلت عربي دي لما دقته، بس جيت فكرت ان انا قلت مصري فممكن اقول دي عربي اطلع الاثنين زيرو. قلت الحق واحده بصراحه بامانه شديده. قلت الحق واحده عشان يعني زومبي مش فاهم اكيد الاستراتيجيه. ان هو بيجيب واحده كده واحده كده دايما في الترتيب. هو بيعمل كده دايما ساعات يعني انا الفتها دلوقتي. دلوقتي في 4 شخصيات بتفكر. طب يا جماعه الفتي بدا يكتر وممكن يكون فيه منه كلام صح، كل واحد بيقول رايه. نخش على اخر فقره وهي إيه اللي فيها كل واحد بيكون لوحده. بما انه محمد حازم هو ضيف معانا فطبعا هو اللي هيبدا. قالت يا ولدي لا تحزن. فتح عينك لو حتى دقيقه. طب يا جماعه حلقه فيها حاجات كتير ما باكلهاش بصراحه. الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. انت الاغنيه والدنيا المزيكا. يعني انا في الاكل كده في البرجر اديني غدا فطار عشاء. عليك هو المكتوب يا ولدي. معرفش تأخير زومبي بيوترني. احنا بنعتذر يا جماعه عشان احنا الفقره دي هنلغوص فيها، لان انا لازم اعرف ايه اللي في الحاجه اللي هيجيبوها، ففي بعض الاحيان هضطر استحس الشيء نفسه. ما هي الاكله يا زومبي؟ انظر وتحسن. انها شطيره. اجل انا اعلم انك من محبين الشطائر. نعم. يا الهي انظر كم هي لذيذه. نشم الاول انها شطيره. شطيره. هذا عيش تورتيه. اجل طيب حاسس انك عايز تقول مكونات. لا اصبر عليا عشان ايه. هترصهم لي هتطقمهم لي في الاخر كلهم. طيب احنا كده نقفل بقى. تمام. وندوق ايه قطمه متكامله. خد عندك يا ابني. بسم الله الرحمن الرحيم. عيش، بصل، فلفل، جبنه، لحمه، صوص. صوص ايه طيب؟
تقدر تحدد حاجه يعني ولا لو عادي يعني مش شرط تحدد، انا بسالك عادي. خيار مخلي. تحب تضيف حاجه؟ لا بس كده. كده ضل. الحمد لله احنا مع ربنا يمشي على الميه، واحنا قدرنا ان احنا نحدد مكونات كانت صعبه وقدرنا نمسك السندوتش ونفصصه حته حته علشان نعرف اللي جواه، فنتمنى ان احنا تكون كانت اجاباتنا صائبه يعني. يلا يا شباب يلا بينا. يلا بينا اللي بعده. استاذ زومبي طمني يا استاذ زومبي. امشي معاها. ايوه. ادخل جواها. ايوه. غني باحساس لو حتى نشاز. دنيا دوامه ومفيش عوامه. سيب نفسك خالص وكفايه دراما. الدنيا سهله ايوه مش مستاهله. ما تفكرش في بكره دلوقتي احلى. بصل ماشي يا بيه. وعيش. مش عارف ايه اللحمه دي من كتر ما هي سخنه، يعني نوع البروتين يعني. فراخ. سخنته جامد قوي. فراخ. ده لقيت فراخ تاني. مشروم. هي دي فراخ؟ انا مش عارف دي. هي الانشوجه هي المشروم؟ ده سؤال يعني ملوش علاقه بالموضوع. لا طبعا مش عارف هو ايه ده اصلا. انا ما ينفعش العب اللعبه دي. انا راجل عامل دايت وما بجربش اكلات جديده ومش عارف اقول ايه. فراخ. اوعى تقول لي ان انت لقيت فراخ. ايه ده بقى؟ حاجه جديده مش عارف ايه هي. جبنه وعيش. طماطم. ممكن تطلع لحمه في الاخر. انا مش عارف دي لحمه ولا فراخ. لا انا ما قلتش لحمه. انا قصدي ان هي فراخ. انا قصدي لحمه اللي هي نوع اللحوم يعني. انا صراحه كسبان من غير الفقره دي فمش محتاجها. فكره ان انا اكلت البتاع كامل وانا مش عارف ايه المنتج ده. لا تعملها تاني. الناحيه التانيه. اخر واحده. التاني. خلاص يا بيه خلصنا يا بيه. اللي بعده. لكن معمول بقى وزبدوه كده. انا مش راجل مستهلك للسوبر ماركت قوي يعني، فنحاول على قد ما نقدر ان احنا نتالق في هذه الفقره، بما ان الحلقه فيها محمد حازم راجل الاكيل العالمي. محمد الهادي على فكره راجل يبان ان هو بيتواضع كتير وطيب وغلبان، ولكنه راجل متربي على المنتجات المصريه. انا شامم ريحه محشي كرنب والله مش عارف. انا النهارده حاسس ان انا اعتقد يعني ان انا هتلاقيني لحد دلوقتي مثلا جايب سكور ماكسيمم 3. منتهى الامانه. لان في ناس دايما في الكومنتس عندهم يقول لك ايه ده في غش، مش عارف عمرو عارف الاجابه، مش عارف مين بتاع. يا جماعه والله يعني احنا بنيجي حلقات اليوتيوب دي حاولنا ان احنا نعملها فن على قد ما نقدر والموضوع يكون فاكك كده. وبرضو اكتبوا لنا هل نرجع نعمل ريفيوهات اكل زي زمان ولا لا، لان انا ومحمد كنا حسينا ان الكونتنت ده اللي هو اللونج يوتيوب فيديو عن اكله او كده ما بقاش هو المفضل لينا يعني. فاكتبوا لنا لو انتم بتحبوه نرجع عشانكم والله ونعمل احلى ريفيوهات. انا بحبه يا عمرو. يا عم اقعد انت. هو انا خدت رايك؟ انا باخد راي الناس يا اخي. طب يلا بقى انا هوريك انا بتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. طب انت مسخنه جامد قوي يا زومبي. خلاص سيبه 10 ثواني ونتكلم مع بعض. انا مش هعرف دلوقتي ايه هي خلاص. لا بس عندنا فيك هيكون عيش والساندوتش ده زومبي. خيار مخلل، بصل، فلفل، فصفص بقى، فصفصوصه. دي كبده دي ولا ايه؟ كبده. دي كبده دي ولا ايه؟ استنى انا من كتر وحشت الساندوتش انا مش عارف دي كبده ولا لحمه. كبده ولا لحمه ولا فراخ ولا جمبري ولا ايه؟ الساندوتش ده عجيب، كل واحد بيقول حاجه شكل. طب انا الساندوتش قرب يخلص وما عرفتش ايه هو. طب طماطم. معلش هي الكبده دي اتحسبت ولا لا؟ لا لسه هرجع لحته الكبده دي سيبها على جنب. طماطم. طب انا مش عارف فعلا ده كبده ولا ايه. لحمه. مفيش لحمه خلاص في الساندوتش ده ولا ايه؟ ايه ده؟ عيش. انا قلت عيش. مشروم. ما دام مشروم وهي مش كبده كده هيعمل كبده بالمشروم ده. ايه المطعم ده؟ هل دي بقى لحمه ولا فراخ؟ لحمه. انت زعقت ليه قوي يا زومبي في اللحمه كده؟ في مشكله عندك مع اللحمه؟ انا ضن كده خلاص. ايه لا كبده لحمه. طبعا يا جماعه احنا دخلنا حاجه جديده على الحلقات بعد طبعا مشاورات والحسابات والانتاج ان احنا هنطلع ميه بعد الفقرات كلها. لقيته في بادجت فاضل الحمد لله. لا الحمد لله مسطوره والدنيا كويسه. ربنا يزيدك. الفقرات كلها خلصت والسكور انتوا شايفينه بس احنا مش عارفينه. قبل ما السكور يتقال محمد وحازم نعمل عقاب ولا لا علينا كلنا ولا نلغي؟ احنا لغينا العقاب اصلا من السيزون اللي فات. من السيزون اللي فات احنا بقينا في سيزون 2 وانا ما اعرفش. دي حاجه حلوه. احنا دلوقتي في سيزون 2. في سيزون 3. نص الكوبايه ده سيزون 3 كمان. طب خلاص برضه في الكومنتات اكتبوا ده كومنتات النهارده ايه لو عايزين عقاب يرجع ولا لا. بس بما انه اتلغى في سيزون 1 على راي محمد فالنتيجه عايز تشغل اللوحه بتاعتك وخلاص. في نهاية حلقة النهاردة بحب يعني أقول شيف حازم أنت أضفت إضافة كبيرة جدا النهاردة. القناة نورت وإحنا مبسوطين وسعداء إن إحنا شفناك
واتمنى ان احنا نشوفك دايما يعني، وما تنساناش من البرجر اللي بالجبنه. احنا اتفقنا بس يعني هو اللي لغى. قريب هتروح من غير انا بقول لك. ماشي، انا هبدا بالسكور بتاع حازم عشان هو ميد واي او مش ميد واي. هو جايب في توتال الفقرات بتاعت النهارده شيف محمد حازم جايب 4. انت كيف السيف سايد، يا اما كسبان بس صعب تكون خسران، او يعني لا 4 يخسر ما حصلتش قبل كده. ممكن يبقى في حاله تعادل، انتوا ليه مش عارف بتطلعوا الموضوع ده؟ لا ممكن بس يعني لا 4 ده الرحالة المصري محمد الهادي بسم الله ما شاء الله عليك في تقدم دائما جايب 2. اما عمرو الهادي وهو كينج التحدي النهارده جايب 7. بجد؟ والله. لا والله بتهزر. اقسم بالله يا العظيم. جماعه لا والله بتهزر. حلواني طلع من مصر؟ والله بجد والله مش حلواني بس مش حلواني. لا يعني سنه ما ده كان انا كنت عامل فيه وايلد كارد، هو دول النقطتين اللي عملتهم في الحلقه كلها. هنراجع بقى. بالظبط. انت في واحده انت كنت جايب، انت عملت وايلد كارد تانية في غالي ورخيص كانت غلط، فجبت واحده يا جماعه صح. مش مصدق، انا دي واحدة اكتر حلقه غلط. كنت شايف ان انا لسه بقول لهم ورا والله، قلت لهم يا جماعه انا جايب واحد. لا ابدا من الاول كده. بص بقى يا باشا، دوقها وقولها. اول واحده انتوا الثلاثه غلط مبدئيا بسم الله ما شاء الله عليك. والله العظيم يلا. ده طلع التاني عندك في رانكينج أيوة. السنه. بس ازاي ده؟ اول واحده كانت اللي هي البلدي قوي، والتانيه كانت مهندمه ومقطوعه. مش قصدي حاجه عبد الرحيم. المهندمه قدر. ايوه ما قصدي توماس، اصل توماس ده غالي ولو مش طبيعي بس عايز اقول لك هم نفس تقريبا الرينج دلوقتي بجد في السعر. اوكي يبقى معلوماتنا خاطئه. تاني واحده كانت في دوقها وقولها، انتوا الاثنين استخدمتوا الوايلد كارد وانتوا الاثنين جبتوها صح. في 7. فخدتوا بلس 2 طب بالظبط. حلو، ده كلام محترم. يا باشا انا راجل عامل دايت. كل الحاجات اللي هم بياكلوها دي انا ما باكلهاش. اما بقى في غالي ورخيص، فاول واحده عمرو جابها صح. انت جبت البراندات صح. بافلو ويلز. بافالو ويلز مظبوط. الحمد لله انا قلت التاني ده المهم إن ويلز انا بس جه وحش شفته هو بيقول المرة دي. بافلو ويلز أنا بس عشان انا مش كده عارف. ايوه هو فعلا جه المره دي وحش. وانت برضه جبتها صح، انت جبت بافالو صح. بس راهنت على ذكاء الاعداد. لا ما هو قعدت اقول لك يا ابني يعني ده البرجرات أنا تخينه قعدت- هو الاغلى، كان ده المفروض انا قعدت اشرح لك سيمبل سيستم. انا قلت بقى يمكن هو جاب برجرات تخينه رخيصه والرفيعه اغلى علشان نتلخبط. ايوه بس طلع ان هو ما بيحسبش الحسبات دي كلها. ايوه. الاثنين 200 جرام اصلا لا بس إزاي؟ هو ويلز هو الوحيد اللي في السوق وبيوزن بيعمل برجر بالصلصة. تخين وعيش تخين قوي. اوكي ماشي. يعني العيش بتاع ويلز ده بحسه يعني فاهم صارفين في العجين. بس اما واحده في تاني واحده في غالي ورخيص انتوا الثلاثه جبتوها صح. اللي يعني واحده المناقيش اول واحده كانت هي الغاليه ولا هي اللي كانت الواحد. في مصري وعربي عمرو انت جبت الاثنين صح. قلت لك يا ابني، قلت استراتيجي يا جماعه والله. محمد الاستراتيجي. للاسف انا خايف اخطات المصري فيهم والعربي صح؟ للاسف. اول واحد يا بيه كان جهينه يا بيه. والله والتاني المراعي. تاني مره قلت لك اشتغلت لهم يا جماعه حبايبي، يعني لو في اب كامينج اي حاجه يعني اتمنى يشتغل معايا عشان اعرف. احنا موجودين يعني. التانية دي فاتيه من عندي، انا قلت الاعداد هيجيب واحده وواحده فالحمد لله. في ايه اللي فيها كان حاله تعادل ما بين الشيف محمد حازم ودكتور عمرو الهادي. كمان جبتها كبده. هي لحمه. محمد انت قلت فراخ. انا ما قلتش لحمه. على فكره على فكرة. هي اللحمه بجد. انا قعدت حبه متخيل انها فراخ لحد ما جت حته دهنه تحت اسناني ما كده. جاتليش الدهن. فقلت دي لحمه. ليه ما جاتليش؟ والله اصل هي بارده ومفيش ملهاش طعم الصراحه. ايه المكان ده؟ هو المكان مش حلو، بس انت عارف انا قلت ايه بقى؟ إيه؟ انا قعدت اقول كبده لحد اخر لحد لحظه آخر ما لحظة دقت كانت في مشروم. كده. قلت مفيش مطعم يحط كبده ومشروم مع بعض فهي لحمه. بس انا ما كنت طلعليش بقى مشروم تخيل. بس وبكده تنتهي حلقه النهارده واسيب لكم ختام هذه الحلقه الكريمه. يعني والله كانت حلقه جميله والله بجد. نورتنا والله حازم، واتمنى من الاعداد ان هو بعد كده يبطل يجيب جهينه ومعمول. هات اكلات هنجيب منين؟ يا ابني، هات اكلات. الانتاج يا بيه، نصرف منين يا بيه؟ مش مشكله. الكاميرات بتتقفل وبنقطع بعض يا بيه. خليني ساكت يا بيه. بلاش بقى خلاص، ما هتفضحناش بقى قدام الناس بقى. تحب تقول حاجه حازم؟ كلمه. انا والله العظيم بجد استمتعت جدا. ايه رايك في التحدي؟ التحدي حلو قوي، والله اللي احلى من التحدي ان انا مع الهاديز عموما بجد والله. والله شرف لينا والله. فبسطت جدا. شكرا ليكو وشكرا زومبي على قد ايه هو بيزك وقد ايه هو مش كرييتيف.
بسيط، انا راجل بسيط. على بابا نضاء يعني والله بزياده. ما يشغلنيش. نورتنا والله. اتفرجت لحد الاخر. والله مبسوط جدا الفنان محمد حازم معانا النهارده. والله ملك راجل الأكل. يعني منتشر ملك. الفتره دي، وكل ما افتح اليوتيوب الاقيه طالع قدامي. بيومي فؤاد اليوتيوب. مفيش قناه سيبك. لا والله يا جماعه صينيه مكرونه بشاميل. وبعدين الراجل ده يعني كنت لسه بقول له بس عمره إحنا ما عايزين- عزمني. ما هو لسه بقى برضه اول حلقه وفي اخر حلقه. كنت لسه بقول له احنا عملنا بشاميل الخميس، انا بقى عايز كبده الاربع وبرجر الثلاث، انا عايز اجي لك كل في يوم. الاسبوع عندنا حاجه ما بس انا جاهز. لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. كان معانا محمد حازم ومحمد الهادي وعمرو الهادي وسلم يا شباب. ما كنتش قلت اعرف. لك قعدت تقول لنا مش مضايفيني بحاجه، قلت لك اتقل اتقل كله. طب المناديل ايه؟ لا ما انت فك. وطلع صح؟ لا احنا هنعرف في اخر الحلقه، ده احنا رخمين قوي. يا لهوي على ايه طلع صح ولا ايه؟ هستلم النتيجه دلوقتي. هاتها جنب. اهم حاجه ايه؟ اي طبق ينزل لك ما تخلصوش عشان هتتعب في اخر الحلقه. فاكر فيلم تلعب، ده صباح تلعب. وكبده لما كدب لما كانوا يقولوا الافيه. حتى صباحه كدب بيقولها صباحه كدب. اتلخبطت يا جدعان، انتوا عارفين الساعه كام دلوقتي؟ لا اصل انا ما دقتهاش اصلا، انا حطيت لقيت فيه فلفل، قلت لا بقى هنقعد انا نهزر بقى. انا جبت الناويسكي من ما الريحه والله. تعرفوناش بقى، ما احنا جايين بقى. بس والله دي يعني اسوء حاجه ممكن تحصل. جامد قوي. جدا جدا دوق. انا يعني دقته؟ دوته. بس هو سلطه ويسكي يبقى فيه أيوة. كباب وكفته. يا ابني وش سلم عليا. ايوه الله اكبر. لا والله يا كابتن ولا اسامه يعني كأنك- هديه جميله والله يا عزيزه علينا. فاهم؟ فاكر حرقان في انت قلبي. شربت بقلب قوي. ايوه من تكيه. ما يلا يا عم زومبي بقى، الله يبارك لك. خلاص يا ابني انزل يا ابني. وانت طيب وانت يا شيف حازم معلش اشمعنى خالفتهم واخترت عربي؟ ما دام قال كده يبقى انت الصح. عايز يجمع لا 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 تعمل أنا- ريلز. الاولانيه دي شبه براند يا ابني عربي. الثانيه بيسكو مصر. لا الاولانيه انا حسيت لا ان لا هي الثانيه دي لا الثانيه لا